فيديو نازل على وسائل التواصل كلها ومتداول جدا بطريقة غريبة الأيام دي اليومين دول. الفيديو فيه نوع من الضحك وبرضه فيه نوع من الخجل. ازاي يعني الموقف اللي في الفيديو يضحك وفي نفس الوقت كمان يخجل؟ مش هطول عليكم، تعالوا كده بسرعة اتفرج الاول على الفيديو وبعد كده نتكلم على الفيديو. يلا تعالوا معانا كده الاول، نسمي كده بالرحمن. شايفين الفيديو؟ شايفين اللي يضحك؟ شايفين البنت بتعمل ايه؟ البنت صغيرة، عندها 11 سنة. ناس قالوا لا 16 سنة، لا لكن البنت عندها 11 سنة. بنت صغيرة اتفقت ان هي تشغل الاغنية من فيلم الليمبي اللي هي بتاعت يا ساتر استر من دخول الحارة. كانت البنت وقفت كده وخلتهم شغلوا الاغنيه واشتغلت بقى في وش المعازيم. خمسه خمسه قاعده تخمس يا ساتر استر من دخول الحاره، وقاعده تخمس وترقص وتلعب زي ما انتم شايفين كده وفرحانه، ومامتها تشدها والبنت مين مش ساكته قاعده تخمس خمسه 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 خمسه. الناس اتضايقوا وناس ضحكوا، بس اللي اتضايقوا كانوا اكتر. اللي اتضايقوا خدوا بعضهم ومشوا. انتوا زي ما انتم ملاحظين في الفيديو مامتها كانت بتشدها والبنت مش مبطله، خمسه قاعده تخمس في وش اللي في الفرح كلهم. زي ما قلت لكم المعازيم زعلوا ومشوا، بس المقصد من الفيديو ده او اللي تداوله التواصل الاجتماعي كله قاعدين بقى بيضحكوا وبيهزروا على شكل البنت وهي قاعده تخمس في وش المعازيم. بالنسبه للناس بقى اللي بيخافوا من الحسد، ادام ما بتخافوا من الحسد ما تعملوش حاجه، اقفلوا على بيوتكم وما تعملوش حاجه. خلي يعني حياتكم سر، ما حدش ينزل حاجه. في ناس غاويه ان هي بتنزل الصوره لبنتها لابنها، وبعد ما تنزل الصوره لبنتها ولا ابنها وتكتب كده كل اعوذ برب الفلق او خرزه زرقاء او اعوذ بالله مش كده يعني، وتكبر كده في وش البني ادم او تتكلم بطريقه غريبه. يعني ايه نزلت صورته؟ الله اكبر، يعني ايه يا جماعه؟ طب بتنزليها ليه؟ لما انت حاسه ان حد هيحسدك ما تنزليش. ما تقوليش بقى اعوذ بالله اعوذ بالله كل اعوذ برب الفلق. ما تنزليش وتخمسي وتحطي القرصه الزرقاء دي. ادام انت شايفه ان فلان هيحسدك ما تنزليش. وانتوا شايفين ان حد في الفرح هيحسدكم تعزموهم ليه؟ لازمتها ايه التخميسه دي؟ لازمتها ايه التخميسه؟ هتقولوا البنت ما تقصدش، ماشي البنت ما تقصدش، والبنت كانت بترقص عادي على الاغنيه، ورغم ان الاغنيه اللي كانت في الفرح برضو كانت في الحنه. حلو الكلام، نفس الاغنيه. طيب اكيد الطفله ديت بتسمع من مامتها مؤمنه بالحسد، ومين ما بيؤمنش بالحسد؟ الحسد موجود ومذكور. وزي ما بيقولوا العين فلقت الحجر. الرسول عليه الصلاه والسلام دخل على بنته السيده فاطمه وقال لها يا فاطمه الجاره الحسوده جايه. جاره حسوده والناس عارفين ان هي جاره حسوده. قال لها اشتري الولدين او الصبيين الحسن والحسين وحطي بدلهم حجر وغطيهم. حطت بدلهم الحجر وغطتهم، وجيت الجاره وشافت الصبيان نايمين وبتسأل. مجرد ما قالت الصبية نايمين، غير ما تقول ما شاء الله او بسم الله او اي حاجه من دي. بعد خروج السيدة رفعت السيدة فاطمة الغطاء عن الحجر، وإذا بالحجر مقسوم نصين. حقيقي إن العين فلقت الحجر. كمان العين مميتة، مش فلقت الحجر وبس، لا مميتة. يبقى خافوا على حياتكم، خافوا على حاجتكم، ما تنزلوهاش، ما تبقاش بالعلن. وبرضك الناس اللي بتشوف حاجة جديدة أو بتشوف حد في نعمة، يعني سمي بالله، قول ما شاء الله، قول الله أكبر، حب الخير لغيرك. بلاش العين الحسودة، بلاش العين الحقودة اللي تكسر الحياة البني آدم.
لان في حقيقي عين حقودة وعين حسودة، وممكن حقيقي تكسر حياة البني ادم وتدمر حياة البني ادم. فالموقف اللي البنت عملته ده طلع من تلقاء نفسها، واحدة فرحانة بأختها وخايفة إن العين تتحط في أختها، فقعدت تخمس وتقول يا ساتر استر من دخول الحارة، ده حارة مش عارفة إيه، لأن الفرح معمول في سرادق في الشارع. فحبت بقى البنت بقى إيه بعفوية، والله يعني أنا حاسة إن هي عفوية، أنا حاسة إن الطفلة ما كانتش تقصد خالص، بس هي مجرد السمع ان الحسد والناس هتحسدنا وان كذا. الناس بقى تقول لك ايه يعني، هي اللي عندهم فرح واحنا ما عندناش فرح؟ كلنا جالنا افراح، وكلنا بعد ما بيحصل الافراح بتاعتنا بيحصل لنا كوارث ومصائب وحاجات كتيره يعني، وفي اللي بيعدي بسلام، وفي اللي بيقول ما شاء الله والله اكبر وتبارك الله وكده يعني. لكن هي البنت كانت بتعمل بكل عفوية خالص يعني، ما كانتش تقصد ابدا. وبعدين هي مش لدرجة الوعي، هي طفلة عندها 11 سنة، ان الكل يتهاجم عليها ويقول ده لا ده مش عارفه ايه، ده البنت واعيه واتفقت مع الدي جي ومش اتفقت مع الدي جي ومامتها خدتها وشدتها، ورغم ذلك البنت ما سكتتش. لا هي انا حاسه، انا عن نفسي وعن يعني عن نفسي او رايي انا، هي البنت عملتها بطريقه عفويه، برأس عفوي عفوي خالص، خايفه على اختها يعني، الله اكبر سمي مش عارفه ايه كده يعني. حبايب قلبي، اتمنى يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسناش باللايك بتاعكم الكريم اللي انتوا دايما بتدعمونا بيه، وما تنسناش بكومنت كده حلو زيكم، وقول لهم قلنا بقى كده الله اكبر بقى كده على اللي بص في حياتنا وحسدنا، الله اكبر. انا اللي بقول اهو. في رعايتي والله وحفظه، مع السلامه، سلام.